الخضر المغربي. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل شارع في جامعة السادس بلادنا. الفقيه بن صالح منتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار. دابا حاليا يلا خرجنا من الدورة ديال 2 أكتوبر، الدورة العادية اللي تعرضنا فيها بعد أن هذا المجلس أنه كيمارس ديكتاتورية وانفرادي في القرارات ديالو، والإقصاء وخصوصا الإقصاء اللي تعرضت ليه المرأة خلال هذا المجلس. هذا إقصاء اللي هو ممنهج ومدبر ومخطط من طرف أعضاء المجلس، من طرف المكتب المسير. ولهذا احنا اليوم كنا تقدمنا بواحد الشكاية ضد السيد الرئيس للمحكمة، محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء. ونهار 20 شتنبر من هذه الجمعة قبل ما يتحط جدول الأعمال ديال هذه الدورة، أنهم جاء عندنا كاتب المجلس ديال الجماعة وجاب لنا اللي عطاهم واحد العضو من الأعضاء ديالنا اللي هو من عضو من الفريق ديال المعارضة، وقدم لنا واحد التنازلات اننا باش نتنازلوا على الشكايه اللي قمنا بها ضد السيد الرئيس، الا اننا كنا كفريق معارضه اننا رفضنا باش نسميو يعني استاذه هذه مساومه، تنازل من اجل يعني كان ابتزاز، تراجع عن الشكايه اللي رفعت المحكمه جرائم الاموال. يعني هذا كان ابتزاز اللي بحد ذاته راه خرق للقانون. ومن بعد ما اننا رفضنا باش نسميو اننا دارت لنا الاقاله اللي انا كمستشاره جامعيه ما عندي حتى شي لا سميتو، ما عندي حتى شي، ما عاطيني حتى شي مهمه داخل المجلس. الاقاله ليا والاقاله الدكتوره الغاء واحد المنصب للدكتوره جوهره، وكذلك الاخت الهاشمي حنان، وكذلك الاقاله للدكتور مصطفى يونس مصطفى. يعني هذه اهانه وحق في الناس، في المستشارين اللي الساكنه اللي تقت فينا وصوتت علينا باش حنا نكونوا في واحد الموقع اللي نقدروا نخدموا به الساكنه، ولكن هاد الناس ما خلاوناش. الاجراءات اللي اتخذتوها من بعد هذا الشيء اللي الاقالات لا قبل حنا الاقالات اصلا مرت ان اصلا هذه الدوره غير قانونيه بحكم اننا ما تبلغناش اصلا لحد الان الاغلبيه ما تبلغناش بالوقت القانوني اللي هو في سميتو النظام الداخلي ديال المجلس، على الاقل 10 ايام. حنا كاين اللي ما تبلغش حتى قبل، زعما ما تبلغش حتى سميتو، يعني الوقت القانوني. وبالنسبه للاقالات المفروض ان السيد الرئيس يستدعينا قبل ما تحط الاقاله ديالنا ب5 ايام، يعني يستفسر منا سبب ديال التغيبات وداك الشيء، وحنا يقدر يقبل لنا داك الاعذار ديالنا. الا ان في حين ان هناك كاينين بعض الاشخاص اللي ما كيجيوش نهائيا، ومنهم العقاوي نور الدين اللي منذ بدايه هاد الولايه وانه ما كيجيش كاع، وانه في المكتب يعني كيتقاضى واحد التعويض مادي، وفي حين انه ما زادش واحد القيمه مضافه لهذا المجلس ولهذه الساكنه. حنا الا كانت هذه الاقاله في صالح المواطنين وفي صالح الساكنه وفي صالح مدينه السوق السبت، حنا راه ما عندناش مشكل، ولكن المشكله هاد الناس راهم ما داروا والو لهذه المدينه. وكيف ما تلتجوا للقضاء، ضروري غنتلجؤوا للقضاء. وهاد الناس هادو على الاقل كيف ما كتشوفوا المدن المجاوره ديال هاد المنطقه ديالنا كلهم في فصل الصيف يعني كيخدم لابيسين، لان هنا الناس كيف ما كتعرفوا كاين الفقر وكاين سميتو كاين قله الفضاءات وقله المساحات الخضراء وقله، يعني الناس كيلتجؤوا لابيسين باش. ولكن حنا 3 سنين هذه لابيسين ديال مدينه سوق السبت ما خدمش، في حين المدن المجاوره دايره بينا كلهم تيخدم لابيسين. واخا استاذه لا سمحتي، القرار ديال العزل ديالك من المجلس الجماعي لمدينه سوق السبت ولاد النمه علاش تبنى؟ واش بسبب الغياب؟ القرار ديال العزل ديالي تبنى على انني تغيبت 5 دورات
دون مبرر. عذر. ولكن للاسف الشديد انني دائما كنت كنقدم العذر ديالي للسيد الرئيس، وكيف ما انني دليت دابا انني عندي شواهد طبيه لبعض الدورات، وكذلك انني في دوره كنت خارج التراب الوطني، ولكن تلقى مني السيد الرئيس مكالمه هاتفيه وطلبت منه واعتذرت على المجيء ديالي، ولكن ما خداش بعين الاعتبار، في حين ان البعض اللي ما جاوش 6 الدورات، كاين اللي 7 دورات، كاين اللي ما كيجيش كاع، هذوك ما تخادش بالحق ديالهم حتى شي، لانهم مع المؤيدين ديال الرئيس. وللاسف الشديد ما كناش كنتظروا هذا الشيء يكون من هذا المجلس. حنا السيد الرئيس عوض باش ما يمشي يدق بيبان، يدق مصالح مختصه، يجيب لنا مشاريع لهذه المدينه اللي اصبحت قريه منكوبه. سوق السبت كنتاسفوا بزاف لهذه المدينه، وخاصكم تعرفوا ان هذا الرئيس راه ولايتين متتاليتين، راه هذه اللي كان كيحكم في المدينه، اللي كان تيسير هذه المدينه يعني من 2003 حتى 2015، ودابا هذه الولايه هي الولايه الثالثه. كنتاسفوا ان هذه المدينه رجعت للور ولكم فعلا ان مدينه سوق السبت ولاد النما كتعيش عده مشاكل، بل تعاني من انعدام يعني مرافق الترفيه، انعدام المساحه الخضراء. مدينه سوق السبت كتعرف فوضى يعني على جميع المستويات. شنو اللي ممكن تقولي لنا على الفساد المستشري داخل المجلس الجماعي لمدينه سوق السبت؟ انت مستشاره بصفتك المعارضه، شنو هما الخروقات اللي كتلاحظوا؟ يعني اللي لا وكنلاحظوا حنا غير في النظام ديال المجلس انه ديكتاتوريين وانفراديين في القرارات، ومقسينا، حنا قاسينا لدرجه ان في كل دوره كنطلب من السيد الرئيس مرارا وتكرارا، كنقول ليه اسمح لي السيد الرئيس، علاش هذا الاقصاء؟ حنا راه كلنا كنجريو للمصلحه ديال الصالح العام، المصلحه ديال هذه المدينه، علاش قسيتونا؟ ربما انا عندي تجربه في الولايه السابقه، يعني هذه الولايه الثانيه، ربما كنت نقدر نزيد واحد القيمه مضافه لهذا المجلس ولهذا السكينه، ولكن للاسف الشديد كان اقصاء ممنهج مدبر مخطط. هاد الناس مجتمع ذكوري، انهم كيكرهوا المراه، رغم ان التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله اللي كيطالب بالمناصفه وبالكوطه، وبان المراه التمثيليه ديال المراه تكون داخل مصدر القرار، تكون داخل يعني اما في المكتب او لا في. وكيف ما كتلاحظوا ان هذا المجلس هذا الوحيد دون المجالس اللي في المغرب كامل ان المراه غير متواجده لا في المكتب ولا كذلك مع رؤساء اللجان. وللاسف الشديد وكنشكركم بزاف. شكرا. ذكرينا بالاسم. توريا الروزي، مستشاره جماعيه في جماعه سوق السبت ولاد النما، منتميه لحزب التجمع الوطني للاحرار ولاد النما. الصوت شويه مرتفع. حنان الهاشمي، مستشاره جماعيه جماعه سوق السبت ولاد النما، ومنتدبه بمجموعه جماعه الصحه. السيده المستشاره، شنو هي الارتسامات ديالك حول الدوره السريه اللي تعقدات اليوم من طرف المجلس الجماعي لمدينه سوق السبت ولاد النما؟ بالنسبه للارتسامات ديالي اليوم كانت دوره شحينه، بحيث تم التصويت على اقاله مستشاره توريا الروزي والدكتور يونس مصطفى، والغاء الانتداب لي انا شخصيا حنان الهاشمي، ومستشاره والبرلمانيه جوهره بوسجاده. يعني اللي كان وفق ما عاينا في جدول الاعمال وفق ما يتداول داخل اوساط ساكنه ديال سوق السبت ولاد النما، هناك اقالات من المجلس الجماعي واقالات كذلك من مجموعه الجماعات. اشنو اللي واقع في الجماعه ديال سوق السبت؟ اللي واقع في الجماعه ديال سوق السبت نقدر نسميها تصفيه حسابات من طرف المعارضه، من طرف يعني المعارضه مع الرئيس، من طرف الرئيس شخصيا دون الاغلبيه ديالو. نقدروا نسميوها حتى الاغلبيه ديالو، راه مع بعض الاعضاء حتى هما اللي كيمارسوا هاد الضغوطات على المعارضه. اشنو شفت قويله تتقولي واحد تنازل توصلنا به من طرف الرئيس، صيفطوا لنا مع واحد الموظف، صيفطوا واحد المستشار معنا في المعارضه بلا ما نحاولوا نذكروا الاسم ديالو،
نقدر نوريه لكم، ما عنديش مشكل. هذا تنازل، هذا حولاش نقدروا نسميوه تنازل على ابتزاز. حيت رفعنا درنا دعوات قضائيه، درنا شكايه بالرئيس وبعض المستشارين. الشكايه اللي ترفعت لمحكمه جرائم الاموال بناء على التقرير الاسود ديال المجلس الاعلى للحسابات، والشكايه رفعناها للوكيل الملك حول بعض الضغوطات اللي تمارست علينا في مني تم الانتخاب ديالنا في المجلس البلدي. يعني هاد شحال تمت الاقاله من عضو من داخل المجلس الجماعي؟ 4 اعضاء كاملين الاقاله، مش جوج اللي سمعنا. جوج اقاله وجوج من العضويه وجوج تم الالغاء الانتداب ديالو. اشنو هو اللي يعني الارتسامات ديالك حول الفساد المستشري داخل المجلس الجماعي المالي؟ لان هناك يعني المجلس الاعلى للحسابات في التقرير ديالو رصد واحد المجموعه ديال الخروقات ومجموعه ديال الاختلالات. بغيناك غير تقولي لنا الراي ديالك. بالنسبه للراي ديالي خاص يتم القضاء، يعني الكلمه للقضاء. القانون هو القانون والقضاء اللي غادي يفصلوا في هذا. اشنو اللي ممكن السيده المستشاره تقول لنا على المافيا ديال العقار اللي كاينه في مدينه سوق السبت؟ راك مستشاره جماعيه، تتوفريش على معطيات؟ ما توفرش على معطيات. واخا عطينا ارتسامات ديالك حول ما يجري داخل المجلس الجماعي لمدينه سوق السبت او الرئيس. اشنو هو الراي ديالك في الرئيس؟ صافي قطعنا. قطعنا. شكرا مشاهدي جريدة النهار نيوز المغربية على المشاهدة. كنتم معنا في هذا المباشر من أمام مقر المجلس الجماعي لمدينة سوق السبت أولاد النمة. كنتم معنا في هذا المباشر من دورة المجلس الجماعي لمدينة سوق السبت أولاد النمة. والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.